يحب سيدنا محمد يصلي عليه. الدنيا بتشتي عندنا والجو صقعة والشتا جه خلاص، كل سنة وانتم طيبين. وانا قاعدة عمالة نفصي تحت البطانية عشان ندفي نفسي، بس ما فيش فايدة، مش راضية ندفي. فقلت بقى نعمل لي حاجة ناكلها تدفيني وتغذيني كده في ليالي الشتا. دخلت المطبخ، كل اللي لقيته صر دقيق كده مصوصة بقالها كذا سنة عندي. مسكت منها معلقتين وحطيتهم في قلب القاورني، وقعدت فضيت عليهم بق لبن وبق حليب وقلبتهم في قلب بعض، وطلعت عجينة جميلة زي ما انتم شايفين كده. وحنسيبها لما تبرد ونروح نجيب بقى العجينة كده نفضيها في حاجة نظيفة تانية خالص عشان ننزل ببقية المكونات عليه، ألا وهي معلقتين طحين دقيق. لا، الطحين هو اللي ينفع في الوصفة اللي زي دي. ونزلت بيهم كده عليهم معلقتين سكر من الاسود بتاع التموين المطيم بالطين دي، على زرطة ملح كده مظبوطة. انا والله ما انا عارفة هنعمل ايه، الحاجات دي كانت مركونة عندي في قلب المطبخ بقالها ايامي. قلت نلمها كده مع بعضها، ولقيت الضحيتين دول ممششين بقالهم يطلع سنتين، كانت فرخة راكدة عليهم. جبتهم برضو دشتهم فوق العجينة بحيث ان هم يزودوا الفيتامين بتاعها او يبوظوا فيتامينها. عادي، اي حاجة مش هتفرق. هو في السجعة اي حاجة بتتعجن بتتاكل وبتضفي وبتبقى زي الفل. والعجينة معايا مسكت في بعضها اهو. اهم حاجة في الوصفة دي بس نشفوا العجينة عشان خاطر العجين الناشف بيطلع حلو وقوي وجميل. وتحطي معلقتين الجبدة من الصفرة دي وتنزلي على العجينة تضيها، وهي تضيكي لحد ما تشرب كل الجبدة كلها وتبقى جميلة كده وماسكة ببعضها وحلوة. تفضلي تعجيني ادي على طول ما ترحميهاش لحد ما تبقى معاكي زي ما هي في ايدي كده. ان بقت كده يبقى خلاص هي كده بقت القوام المناسب. وتجيبي اي البس وتغطيها وتسيبيها تخمر. وديها خمرت في الثواني، في الثانية واحدة هتنزلي بيها على الطباخة وتمسكيها تطلعي منها كل الهوا والفسا اللي جواها، وتنزلي عليها دقة وتعمليها زي الشندويشت كده وتحطيها قدامك وتقطعيها بالسكينة. عايزة تقطعيها قطعيها، مش عايزة تقطعيها ان شاء الله عن ميتين ابوكي ما قطعتيها، انت حرة. وتاخدي حتة حتة كده وتكعوريها، اعمليها بلابل كده عشان العجينة لما بتتبلبل بتبقى زي القشطة معاكي، وبلبولة ورا بلبولة العجينة هتبقى زي القرنفولة معاكي. انا اشطر واحدة ممكن تعمل البلابل دي. وديكوا شايفين العجينة مختومة وجميلة وبتساعد نفسها معاي، وواحدة ورا واحدة هتلاقي نفسك خلصتي في ثواني. حاجة ما فيش بعد كده، بدل ما تروح تجيبي من برا معمولة ولا مش معمولة الدبان شخخ عليها وموسخة، لكن انت هتعملي حاجتك كده بالبركة. ومسكت الصينية بقى ليطها بالازايت عشان خاطر نشوفه هنحطه فيها ايه. وجبت حتة عجينة مدورة كده من اللي انا مقطعاها وفردتها كده بالطول وشرحتها حتت رفيعة كده عشان خاطر برضو تبقى شكلها جميلة معايا في التزيين وتبقى مظبوطة وزي الفل. وحنحشي بقى العجينة حتة الجبنة دي. امبارح كنت منظر ابن عمي كان جايب الجبنة دي وحاططها قدام القطة وعمالة تلحظ فيه، رحت سارقة حتة كده زي الصبيكة ومخرطاها وحنحطها. عايزة تحشيها جبنة زي ماشي، عايزة تحشيها شوكولاتة ماشي، مش عايزة تحشيها ان شاء الله ما حشطيه. وحتمسكي العيشة كده وترشقيها من بعضها تعمليها كده خطوط عشان برضو المنظر يبقى حلو زي ما قلتلك. مش هنقعد نعيد كل شوية جرفتوني في عيشتي ماشي. وادي عملت واحدة هي كمان، والحاجة بقى سريعة وجميلة والله ما خدت مني 5 دقايق. الشتا يحب العجين، البيت اللي في الشتا ما فيهوش عجين بتبقى عيشته زي الطين. تمسكي حتة العجينة ان شاء الله تغمسيها بحبة رابة والزبطة من اللي في الشارع هتاكليها وتحمد ربنا، لان الجو بيبقى مطلج والواحد محتاج يملى معدته. وانا بقى لفاها ومشكلها تشكيلة عالية عشان ما تقعدوش تقولوا لي ما عندكيش زوج وبتلغوصي يا ام ابراهيم. ام ابراهيم دي احسن واحدة تعمل العيش وتعمل القرص وتعمل كل حاجة، بس انتوا اللي مش فاهمين لو تعملوا زي هتبقوا ستات بيوت زي الزفت.
المصيح. اسمعوا مني واعملوا زيي وبيوتكم هتبقى كلها بركة وخير. شايفين الشكل والجمال؟ حاجة ما فيش بعد كده. ودول شوية لبن معز من عند جماعة جيراني، خدت منهم بوجة كده وقلت نلمع بيه شكل الصينية، وجبت البراد وهنعمل كوباية لبن بحليب ما فيش بعد كده، عشان خاطر ندفي نفسي. برضو ما حدش هينفعني، انا ما كنتش ننفع نفسي ما حدش هيدفيني. ونزلت بقى بمعلقتين السكر وقلب وطلعت عيش الزنبالك اللي انا عملته ده. اسمه ايه؟ عيش الزنبالك، عيش ما فيش بعد كده. يا سلام بقى لو عطيته لعيلك في المدرسة كده، السندويشت الواحد يقوم بيه يجيبه ويوديه. حاجة ما فيش بعد كده، محشية جبنة والجميلة، مش هيحتاج ياخد حاجة جنبها ولا اي حاجة. والرغيف تقيل زي الطوبة ينزل في المعدة يدفيها ويهنيه. وان شاء الله هتجربوها وتقولوا لي وهتسألوني ايه المكونات، هنقول لكم بالبركة. تعملوها ببركة ربنا وهتطلع معاكم زي الفل وهتدعوا علي، ومش هتصدقوا نفسكم من جمالها وحلاوتها.